لو كل مرة بقى بتعمليه وعمره ما بيظبط معاكي وبتحطيه في الفرن بيطلع من جوه ني معاكي رغم ان هو مستوي من بره وكل حاجة، النهاردة في الفيديو هقولك على كل اسرار الاكريل وازاي بيطلع معاكي هش وجميل زي ما انت شايفة كده. هقولك على كل اسراره واحدة واحدة، بس خليكي معايا لاخر الفيديو عشان تعرفي كل حاجة عنه. بتجيبي الميزان بتاعك. الاكريل من الحاجات اللي بتبقى عايزة الميزان عشان وصفاتها او الحاجات بتاعتها لازم تبقى بالجرامات وبالملي بالظبط. طيب حطينا ايه يا امنية؟ حطينا 125 ملي مية وحطينا 125 ملي لبن، بيعادلوا هما الاتنين على الميزان 250 جرام. هما الاتنين بيبقوا ربع كيلو. طيب ايه كمان يا امنية؟ بنحتاج زبدة 100 جرام، زبدة عليهم هما الاتنين. بتحطي كيس فانيليا، ولو معلقة سكر واحدة ماشي، لو انت معلقتك صغيرة بتحطي معلقتين اتنين سكر مش مليانين اوي. وبعد كده بتحطي ربع المعلقة ملح. هاتي المقادير بتاعتك دي حطيها على النار تغلي كلها، لازم تغلي يعني تغلي كلها، تغلي حلو. بعد كده هاتي الميزان بتاعك، المقادير بتاعتنا اللي احنا قلناها دي، ال100 جرام زبدة، ال250 جرام لبن ومية. بياخدوا قد ايه دقيق؟ بياخدوا 150 جرام دقيق. هنا كان الخليط بتاعي كله سخن، وزي ما انت شايفة كده بالظبط، يعني سخن خد درجة غليان. بتشيليه بقى وبتحطي عليه الدقيق زي ما انت شايفة كده، بتقلبي الدقيق كويس جدا بحيث ان ميبقاش فيه اي تكتلات، ويبقى الدقيق كله اختفى وشرب كل السوائل. طب بتعملي ايه تاني؟ المفروض بعد ما بتقلبيه بالمنظر ده كده وما بتخليش فيه ولا حته بيضه ولا باين الدقيق فيه، انت بتاخدي الخليط بتاعك ده بترجعي تحطيه تاني على النار. امتى بقى بتعرفي ان الخليط بتاعك ده استوى؟ لحد شايفه الطبقه اللي في الحله من تحت دي، لحد ما تحسي ان الدقيق عمل طبقه خفيفه ناشفه كده في الحله بتاعتك، كده بتعرفي ان العجينه بتاعتك استوت معاكي مظبوط. طب العجينه بتاعتي طول ما هي سخنه ما بشتغلش بيها خالص، لازم ان العجينه بتاعتي تبرد خالص عشان ما بوظت منك بقيه الوصفه بتاعتك. بتجيبي اي حاجه عندك وتحطي عليها العجينه. بصي العجينه عامله قدامك ازاي، طول ما انتي ماسكه العجينه في ايدك اعرفي ان انتي كده عجينتك مظبوطه. حتى لما بغرس فيها المعلقه العجينه بتاخد شكل المعلقه معاكي. سيبيها بقى تبرد خالص، وعشان تبقي عارفه ان القمع بتاعه المفروض بيشتغلوا بتسعة اف تي، بس هو اللي كان عندي حاليا كان 7 اف تي، فمش هيخسر عادي، مفيش مشكله نشتغل بيه عادي. طيب العجينة بتاعتي بردت هنا خالص زي ما انت شايفة كده. هاتي بقى العجان بتاعك. لو انت عندك عجان فالخطوة دي بالنسبة لك هتبقى خطوة سهلة جدا. هنا عشان ما فيش ما تهيش مني، احنا استعملنا 4 بيضات وعليهم كيس فانيليا. طيب لو انت بقى عندك مضرب، المضرب مش هيمشي معاكي خالص يا ست البنات في الوصفة دي. يعني لو حطيتي المضرب الكهربائي عشان تضربي بيه او الهام، العجينه بتبقى تقيله مش بتمشي معاكي في المضرب، والمضرب الكهربائي هيتحرق منك. فبلاش تشتغلي بالمضرب في الخطوه دي بالذات. انا كنت حاولت هنا قدامك اشتغل بالمضرب اليدوي ومعرفتش برضو، حسيت ان هو ممشيش برضو معايا في قلب العجينه عشان العجينه بتبقى تقيله شويه، فهي كانت الانسب بالنسبه لي الصراحه المعلقه. طيب حطينا ايه؟ بتحطي بيضة بيضة، بتقلبي بالمعلقة زي ما انت شايفة كده، واول ما البيضة بتختفي معاكي خالص بتنزلي بالبيضة التانية، يعني ما بتنزليش بالبيضة اللي بعديها الا لما اللي قدامك بتكون اختفت والعجينة اللي قدامك شربتها كلها. بس هو الموضوع بس هنا بيحتاج منك شوية مجهود، شوية ان انت بتضربي بالمعلقة، او يعني بتضربي العجينة كتير زي ما انت شايفة كده عشان تدخل في قلب الدقيق بتاعك. ودي هنا معانا كانت اخر بيضة ننزليها. بصي بقى هنا العجينة بتاعتك لازم تبقى لينة، يعني العجينة بتاعتك لازم تبقى بتلزق معاكي في الايد وسايلة كده، تحسيها سايلة زي ما انا هوريكي دلوقتي في الفيديو. بصي عاملة ازاي، لازم تبقى كده، لازم تبقى سايله وتبقى سايحه بالمنظر ده كده زي ما انت كده شايفه كده بالظبط في الفيديو. طيب انا دلوقتي لو العجينه بتاعتي ناشفه، يعني ما فيهاش المطه بتاعت الدقيق دي،
او ما فيهاش التلزيقه بتاعت الدقيق دي، بعمل ايه؟ كل اللي بتعمليه ان انتي بتحطي بيضه كمان. ممكن يكون انا البيض بتاعي كبير شويه عن اللي انتي بتحطيه، فالمقدار بتاعي بيجي مظبوط. انما انتي ممكن يكون البيض بتاعك صغير شويه، فتحسيها بتبقى عايزه بيضه كمان، فانتي ممكن تضيفي بيضه. اهم حاجه بقى في الخطوه بتاعتك هنا ان انتي الكيس الحلواني بتاعك اللي انتي بتشتغلي بيه، حاولي على قد ما تقدري تنزليه على ايديكي، تنزليه في الكوبايه بحيث ان هو ميبقاش فيه هوا خالص عشان ما يبوظش معاكي الاكلير. ودي اهم خطوه، لازم تكوني مطلعه الاكلير كله. هاتي بقى الصينيه بتاعتك واضغطي زي ما انت شايفه كده، واطلعي لفوق. بصي ان شفتيني عملت ايه، طلعت لفوق. هي المفروض انها بتبقى عجينه سايله معاكي زي ما انت شايفه كده، بتبقى عجينه طريه جدا. فانت لما بتطلعي لفوق بالقمع بتاعك فبتطلع زي ما انت شايفه كده. طيب انت معرفتيش تطلعيها بالقمع كده لفوق، بتكون جنبك مثلا المقص، فانت بتقصي بيها، او يا اما بتلفي القمع بايدك. اي حاجه اللي انت عايزه تشتغلي بيها اشتغلي بيها، بس هي دي كانت يعني ايه الطريقه الانسب بالنسبه لي، ان انا بتكه بدخ على الكيس وبطلع الكيس بالعجينة لفوق، فبتطلع معايا على طول من غير حتى ما تحتاجي ان انتي تسويها بحبة مية. زي ما انت شايفة كده. كملي بقى بقية الكيس بتاعك وانتي بتعملي ال- الاكلير، بتنزليه في الصواني بتاعتك، بتكوني انتي مسخنة الفرن بتاعك. لازم تكوني مسخنة الفرن بتاعك على درجة حرارة عالية، وقبل ما بتحطيه في الفرن بتوطي الفرن بتاعك على 170 او 175 درجة. عندك 180 عادي شغال، بس اهم حاجة ما تحطيش الصينية بتاعتك تحت خالص، لان انت بتحطيها على الشواية من فوق. يعني هي الفرن بتاعك هيبقى على 180، انت حاولي تخليه على 170، 175. معرفتيش مش مشكلة، خلاص اظبطيها على 180. طيب الفرن بتاعك اوعي تفتحي عليه مش قبل 35 دقيقة ل40 دقيقة، مش اكتر ولا اقل من كده. 35 دقيقة في الفرن، نص ساعة و5 دقايق ونص ساعة و10 دقايق كمان، عقبال ما تفكري ان انت تفتحي على الاكلير وتبصي عليه. اوعي تفتحي الفرن، ودي اهم خطوة بالنسبة لك، ما تفتحيش الفرن بتاعك خالص طول ما الاكلير موجود عندك. بصي انا فتحت الاكلير قدامك والاكلير من جوه فاضي خالص، و... وفي كده فقاعات هواء، ودي بيعرفك ان الاكلير بتاعك نجح. بصي انا قطعت معاكي واحدة كمان، بصي قلبه فاضي ازاي من جوه، تفتحيش عليه الفرن خالص. بس هاتي بقى الاكلير بتاعك، ودي كانت الكريمة بتاعتي انا كنت محضراها قبلها بيوم. عايزة بقى تخرميه من تحت وتحشيه بالكيس الحلواني، اخرميه. مش عايزة وعايزة تعمليه زي ما انا ما بعمله كده، طريقة سهلة عليكي. لو ما عندكيش كيس حلواني هتبقى بالنسبة لك سهلة، وهتعرفي تشكلي على طول في وقتها. يعني انت لو ما عندكيش كيس حلواني ممكن تعملي زي ما انا عملت كده. انا بالنسبة لي دي كانت طريقة سهلة، ان انا بفتحها زي السندوتش، او في ناس بتقطعها كلها من فوق. بس انا بحبها ايه، يعني ما بحبهاش مفتوحه كلها من فوق، لا انا بحب افتحه زي السندوتش كده زي ما انت شايفه، وبحشيه بالكريمه بتاعتي. اعملي بقى كل الكميه بتاعتك كده. عايزه زي ما قلت لك تخرميها، عايزه الطريقه اللي انت حابه تحشي بيها احشي بيها. بصي عايزه تخرمي من تحت وتحطي، اخرمي اللي انت عايزاه. عايزه اقولك كان الله اكبر، ريحته كانت جميله جدا، وكان مقرمش جدا من بره، وكان طري كده من جوه. هنا انا كنت عامله الجناش اللي هو بتاع الشوكولاته ده. طيب انت لو ما عندكيش الجناش دوت، هتعملي ايه؟ كل اللي انت هتعمليه هتجيبي واحده يعني كيس شوكولاته سما او دريم، هتسيحيهم بمعلقه زيت ومعلقتين 2 لبن. حاولي بس على قد ما تقدري ان الشوكولاته معاكي بتبقى تقيله شويه عشان تلزق معاكي على الاكريل من فوق. بس كده. انت بقى اما بتغطسيها بتحطيها على شبكة، بس انا الصراحة ما كانتش الشبكة موجودة عندي فحطيتها على طبق.
عايزة تحطيها على ورق زبدة تعمليها وتحطيها على ورق زبدة اعمليها الطريقة اللي تريحك. هنا بعد ما عملناها كلها بالجناش او عملناها كلها بالشوكولاتة زي ما انت شايفة كده. طريقة التقديم بقى بترجع لك انتي. عايزة تحطي مكسرات عليها بتحطي، عايزة تحطي فستق وحاجات من فوق بتحطي. بصي انا كنت بوريكي هنا واحدة انا قطعتها من النص. بصي اللهم بارك جميلة جدا. وكانت عايزة اقولك باظة كده من جوه بالكريمة، وكانت طعمها جميلة جدا. وكان هش بصي مش عايزة اقولك كان طعمه عامل ازاي. عايزة بقى تحطي عليه شوكولاتة بيضة من فوق، تشكليه بشوكولاتة بيضة من فوق. شكلي وطريقة التقديم دي بتاعتك. بصي اللهم بارك كان جميل جدا. اتمنى يا رب انك تجربيه. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش بقى تدعميني وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد.